في الثواني اللي احنا الاتنين انا وهو مبرقين دي، لقيتني برد على صاحبي في التليفون وبقول له ايه يا ابو الصحاب، ايه الاخبار؟ انت مستني صاحبي يرد صح؟ صاحبي لا عاد يصد ولا يرد يا معلم، صاحبي مرمي في الارض اغمى عليه. وسع لي الكلام يا معلم. بسم الله. قصة النهاردة كانوا 7 أيام المفترض إن إحنا رايحين أفريقيا فيهم. 7 أيام دول 6 أيام شغل، واليوم السابع يوم فري، خروجة وفسحة ونتظبط أنا وأصحابي قبل ما نرجع لمصر تاني. لكن اليوم اللي المفروض إنه يبقى فري، المفروض إنه يبقى الفسحة اللي هنعيشها، اتحول لأسوأ يوم أو أسوأ كابوس أنا شفته في حياتي. بس قبل ما أحكي لك الكابوس ده، اوعى تنسى تدعي لإخواتك بالنصر، وتدعي لأبويا بالرحمة، وتعمل لايك، وتجيلي بعد الانترو. السلام عليكم. بص يا معلم، احنا كنا 5 من نوع الانسان: احمد، خالد، ياسر، مريم، وليلى. احنا ال5 كنا المفروض رايحين للساحل العاج اللي هي كوت ديفوار. المفروض ان احنا رايحين شركة، يعني فرع تبع الشركة اللي احنا شغالين فيها، رايحين زي بعثة في شباب هناك جايين جديد وكده، مطلوب مننا تدريبهم يعني على الشغل والطريقه اللي احنا ماشيين بيها. قعدنا ال6 ايام شغل طبيعي، وكان المفروض ان اليوم السابع ده هناخده زي فري، خروجه نتفسح نعيش حياتنا خالص، واليوم الثامن نرجع فيه لمصر. فخلال ال6 ايام دول اتعرفنا بكذا حد هناك. من ضمن اللي اتعرفنا بيهم شاب اسمه كوناتيه. كان دايما بقى يقعد يحكي لنا عن بلدهم والجمدان اللي في بلدهم ومش عارف ايه. انا كان عندي خلفيه، وتقريبا كلنا، ان الجماعه الافارقه دول شاطرين قوي في السحر وفي العفاريت والحوارات دي. فبساله اللي هو بنكشه كده، بقول له بس انا يعني بشوفكم في الماتشات بتكسبوا الماتشات كلها بالسحر، و2006 احنا كسبناكم عافيه، قعدنا نهزر يعني. فقال لي لا، مش مشهورين بالحاجات دي ولا كده، بس عندنا اماكن هنا لو انتوا بتحبوا الحاجات دي، عندنا اماكن جامده. في غابه هنا اسمها غابه الظل. الغابه دي يعني رعب الرعب لو عايزين تعيشوا جو مغامرة فيها وكده. فقلت له انا عن نفسي يعني فاهم مستعد، بس عشان معانا بنات وكده. لقيت البنات اصلا هم اللي متحمسين. مريم قالت قشطة نروح. فياسر شغال. خالد ده كان ابن نكتة، يعني ما بيبطلش هزار. قال ماشي انا ممكن اروح، بس خدوا له غيار معاكم عشان لو اي حاجة خضتني يعني. قعدنا نهزر يعني عادي. فكلنا اتفقنا ان قشطه اليوم السابع ده، او اليوم السابع هنقضيه كله كخروجه بقى، كمغامره في الغابه دي. كنا المفروض انه اتفق معانا اليوم السابع هيجي لنا الصبح، ياخدنا بعربيه هيودينا لغايه الغابه دي. الغابه كان بتبقى الحجز ليله، يعني انت لو معاك مجموعه هتقضي يوم في الحجز في الغابه، هتحجزها ليله كامله. تروح مثلا من العصر، تاخد اليوم ده لغايه تاني يوم الصبح، تباتوا في الغابه لوحدكم، محدش بيدخلها يعني. هو فوق يعني احنا ك5 مصريين رايحين نأجر الغابه اليوم ده، مفيش اي حد تاني بيدخل. رحنا فعلا يعني. كنا المفروض انه نظبط الحجز والكلام ده كله وخلص، وجالنا تاني يوم او اليوم اللي هو السابع ده عشان يودينا. جالنا بعربية وركبنا العربية ورحنا. لفت انتباهي في العربية واحنا راكبين ان في كذا حتة في العربية من جوه مكتوب رقم 216، حتى على الدريكسيون. اللوجو اللي هو المفروض بيبقى لوجو العربية في وسط الدريكسيون كده مكتوب برضو 216. يعني قلت يمكن ده رقم العربية في الشركة اللي هي شغالة فيها او حاجة، يعني ما اهتمتش قوي. العربيه مشيت بينا وخدنا وقت طويل جدا، لدرجه ان انا بقول له كوناتيه انت متاكد ان الغابه دي جوه كوديفوار؟ يعني حاسس ان احنا قربنا ندخل مصر. قعد يهزر قال لي لا لا لا، ده كلهم 216 كيلو. ايه 200 انت بتتكلم بجد؟ يعني 216 كيلو اللي هم اصلا لازقين في العربيه في كل مكان. فده جوه دماغي، ما ردتش يعني وقلت له حاجه. فقلت له طيب تمام. شويه كتار قوي في الطريق، ما فيش لسه، كلها طرق عاديه اللي هي جبل وبتاع. نمنا تقريبا، العربيه كلها نامت. انا كنت قاعد جنب السواق من قدام. السواق هناك العربيات في كوديفوار وتقريبا في افريقيا كلها، السواق بيبقى على اليمين. يعني احنا هنا لما بتركب جنب السواق بتبقى انت قاعد كده، والسواق هنا على شمالك. لا هناك العكس، هناك انت بتبقى راكب والسواق على اليمين اصلا. فالمهم كل العربيه نامت وانا تقريبا نعست.
خدت لي تعسيله كده، وقيس فجأة اصحى على حد كلني كف، مش فاهم الكف ده جا منين، بس ب- ايده طرشه اللي ضرب ضرب كانت ضربه غبيه. ففتحت عيني، بص القى السواق راجل غريب ما يعرفنيش، فهو سايق وماشي، والعربيه بيبقى السواق واللي جنبه، وفي ورانا زي ستاره سلك كده فاصله العربيه عن السواق واللي جنبه عن باقي الركاب ورا، فمحدش من ورا يعرف يمد ايده يخبط الخبطه دي، وكل اللي ورا نايمين اساسا، يعني مفيش حد صاحي. رحت مطلع السجاير، خد يابا السواق سيجاره وسجاره، واندمجت مع الطريق، وقاعد بقى اتفرج على الاشجار وبتاع. الطرق هناك عباره عن اسفلت ماشي في وسط جبال، والجبال متغطيه بزرع، فمناظر طبيعيه جميله بصراحه. اتفاجئت بيافطه مكتوب عليها غابه الظل بعد كام كيلو. الاقيها بقى بعد كام كيلو، اللي هو من بدري قوي. كوناتيه قال لي ان الطريق كله بياخد 216 كيلو، الاقي مكتوب على اليافطه غابه الظل 221 كيلو. احنا بنمشي لورا مثلا، يعني مش فاهم في ايه. فحاولت اكلم السواق، يا معلم اليافطه وبتاع، انا بحاول اخلط انجليزي بعربي، وهو بيتكلم كودوفواري اصلا، اللي هي اللغه انا مش فاهمها، مش لا انجليزي ولا فرنساوي، مش فاهم هو بيقول ايه. فانا وهو قعدنا يجي ربع ساعه كده في درس تخاطب، هو يعمل وانا اقول له اتشي كبراتشرا، محدش فينا فاهم التاني. خلاص يا فاهم، انا فل، انا فهمتك خلاص اسكت. المفروض ان بعد كل 5 كيلو بتيجي يافطه تبين الايه المكان اللي انت رايحه، عارف اللي هو ايه، بني سويف بعد 100 كيلو، بني سويف بعد 90 كيلو، بني سويف بعد 80 كده. فدي كانت مكتوبه ايه، غابه الظل، بس مكتوبه بالانجلش طبعا 221 كيلو. بعديها بشويه المفروض تيجي ايه 216 كيلو، صح، جت 216 كيلو. المفروض بقى اللي بعدها ب5 كيلو تبقى كام، 211 كيلو برضو عادي. لا، التانية جت برضو 216 كيلو. اللي هو احنا لسه واقفين مثلا، ولا احنا بنمشي لقدام في الورق يعني. ازاي بعد 5 كيلو من 216 الاقيهم لسه 216؟ فابص على العربية كلها نايمة، يعني كوناتي نايم والشباب كلهم نايمين. ماشي، اديني ساكت، يمكن مزاولة، يمكن بتهزروا معانا ولا حاجة. بس يافطة في التانية في التالتة كله 216. من الخوف، عارف اللي هو، رحت مغمض عيني، انا مش عايز اشوف بقى خلاص، يعني يولع الطريق على اصحابه، ولا نوصل لما نوصلش مش مهم، المهم ان انا ما اشوفش العبط اللي بيحصل ده. غمضت عيني تقريبا ثواني، من تغميضة عيني دي اللي هو انا حرفيا ما حسيتش ان عدى ثانيتين، انا لسه صاحي ما نمتش. لقيت العربية واقفة والشباب كلهم اصلا تحت ومنزلين الشنط، ويلا يا عبود يلا يا عبود. عايز اقول الفاظ، فاهم اللي هو لا، الموضوع ما يبقاش بالهبل ده. المهم رحت صاحي عادي، نزلت وكأن الدنيا في الطبيعي مفيش اي حاجه حصلت. نزلنا رحنا على البوابه، وقفنا كده، وكوناتي راح لبتاع الامن قعد يتكلم معاه، المفترض يعني بيديله التذاكر او الحجز اللي احنا حاجزينه. وجا واحد من بتوع الامن معانا، على المفروض انه هيدخلنا جوه ويفهمنا التفاصيل وكده. قال لا احنا مش هندخل من البوابه دي، هندخل من البوابه التانية. جابوا لنا عربيه شبه عربيات الجولف لو عارفها، جابوا 2 ساعتها، يعني اتقسمنا على عربيتين، واتحركوا بينا لغايه ايه البوابه التانية اللي هندخل منها. بوابه رقم كام يا صاحبي؟ بوابه رقم 216. نهاركو ازرق، انا شايف ان نهار ازرق بقى، معلش. فدخلنا من البوابه دي تقريبا 2-3 كيلو لجوه، لغايه في الغابه بقى، في طريق، عارف اللي هو الطريق الواعر، ما هو طريق جوه غابه فعلا، طريق واعر، مطبات ودغدغه، ويمين في شمال في فوق في تحت. وصلنا لحته واسعه كده، ارض واسعه، راح واقف فيها، ونزل بتاع الامن نده على كوناتيه. بتاع الامن كان راكب في العربيه اللي قدام، وكان معاه ياسر ومريم وليلى، وانا وخالد وكوناتيه كنا ورا. المهم نزل نده لكوناتيه، كوناتيه راح له قال له الخيمه تتنصب هنا وبتاع، يعني بيظبط التعليمات مع اللي فاهمه. وجالنا كوناتيه قال هننصب دلوقتي الخيمه هنا وكده. احنا كنا وصلنا تقريبا على بعد الظهر، يعني كان خلاص العصر اصلا قرب. نصبنا الخيمه والدنيا في اللذيذ. وجاء بتاع الامن ده مطلع خريطه كده، ورقه يعني بتشرح الغابه من جوه تفاصيلها ايه،
ايه الاماكن اللي نروحها وايه الطرق اللي مسموح نمشي فيها وكده. وراح مسلمنا الورقه وقال خلاص يعني ايه كده الغابه بتاعتكم هتعيشوا سهرتكم عادي وتقضوا يومكم زي الفل، والصبح ان شاء الله بتاع الامن هيجي لنا. فكوناتي قال له انا هاجي لك الاول وهندخل مع بعض ناخدهم ونمشي. فخلاص تمام. كوناتي قال انتوا كده فل، محتاجين حاجه؟ قلنا له لا يا معلم توكل على الله. مشي كوناتي ومشي بتاع الامن والعربيات دي، وبقينا احنا بقى في الغابه. قلنا نقعد ناكل لقمه خفيفه كده، احنا جايبين اكل وشرب وكله بقى في اللذيذ، احنا هنبيت هنا. بصينا بقى في الخريطه عايزين نشوف ايه افضل حته نروح، مش افضل حته يعني ايه المثير اللي نروح له الاول. فاول حاجه جت قدامنا كان حاجه اسمها كهف الانين، هو مكتوب بالانجلش والله ما فاكر كان اسمه حاجه كده كيف، بس المهم ان ترجمناها على جوجل لقيناه كهف الانين. فروحنا قلنا نروح كهف الانين ده الاول. اتمشينا في الغابه، طبعا مناظر جميلة ممتعة، أشجار عينك تبقى فاهم بتوجعك عشان تجيب آخر الشجرة أصلا. وفضلنا نتمشى في الغابة لغاية ما وصلنا للكهف. بص هو أنت أول ما توصل عند الكهف تحس إنه مش كهف، هي أنت ماشي على الأرض متساوية عادي، وفجأة الأرض فيها حفرة، مش حفرة، منزل لتحت كده في وسط الأرض، وتحت مدخل الكهف بالشجر اللي نازل عليه والمنظر. هو تحس انه بق كبير مفتوح، يعني حرفيا وانت بتبص للكهف كده من بعيد تحس ان ده وحش، ولو دخلت جوه البق ده انت هتتهضم. منظره بجد من بعيد مرعب، فما بالك بقى لما تقرب له. فاول ما طبعا شفنا المنظر وبقول ايه يا رجاله ايه هندخل ولا ايه الكلام وبتاع، مريم وليلى طبعا خلاص واو لا او مش عارف قالوا مش هندخل الكهف. ياسر حسيته بيتحجج بالبنات بس هو نفسه خايف، قال ده ما هو مش هينفع طبعا اسيب البنات لوحدهم مش عارف ايه. خالد زي ما قلت لك، خالد ده كان هلبالله فاهم، واحد عايز يقضي الدنيا هزار وضحك، فلا يلا يا زميلي ندخل انا وانت وبتاع. طب هندخل انا وخالد، طب انتوا يا جماعه يعني مش هندخل احنا نستمتع وانتوا هنا؟ ياسر قال لا احنا ناخد لفه حوالين الكهف عقبال ما انتوا تخشوا بقى تعيشوا الوقت اللي جوه، احنا نلف ونيجي تكونوا انتوا ايه استمتعتوا بالزياره اللي جوه او اتفرجتوا على الكهف من جوه شكله عامل ايه. ففل يا معلم فل يا معلم. ودخلنا الكهف. بص يا صديقي، انت مجرد ما دخلت من باب الكهف انت انعزلت عن العالم كله، مفيش جوه غير ضلمه كحل، انت منور الكشاف يا دوب عامل دايره نور كده بتتفرج منها وبتشوف طريقك. فالكهف بقى الحيطان ايه، حيطان كهف، الرسومات غريبة وبتاع بس ما فيهاش حاجة مرعبة الحقيقة، يعني رسومات قديمة تحس انك في معبد اثري من بتوع مصر عادي. ففضلنا ماشيين على الحال ده وننور وكده. في صوت جوه اللي هو صوت ايه، حاجات خفيفة كده لطيفة، اللي هو الله هنبتدي السواد ولا ايه كده. فضلنا ماشيين انا وايه وخالد، وفي بقى صوت ميه، في صوت تنقيط ميه كانك ناسي صوت ناسي حنفيه مفتوحه في البيت مثلا ودخلت سمعت صوتها، فعمال جايه منين ما نعرفش. المهم احنا ماشيين زي ما احنا بنتفرج وبنعمل، وبص الاقي لك خالد بيصرخ وحاضني. طبعا مع الجو اللي احنا فيه انا مش اتنفضت، انا مش اتلبشت، انا كل دول في بعضهم، انا فاهم عملت ايه. بقول له مالك ياد في ايه؟ قال لي نور الكشاف يمين، نور الكشاف يمين. فالكشاف في ايدي كده انا منور قدامي، رحت احود الكشاف يمين الكشاف اتطفى. بدأنا، ففكرته خلص او البطاريه فضيت فبرجعه عشان اغير البطاريه، انا عملته كده بس الكشاف نور في وشي عادي. حطيته قدامي منور، احود يمين الكشاف يطفى مره واتنين وتلاته كده، نهار زي الفل بقى. فقول له هو في ايه يعني؟ قال لي بابا نور، مش عارف يتكلم. قلت له طب بس سيب كتف انت، انا مش جايب ابن اختي معايا، تعالى يا عم نمشي ناحيه اليمين اللي بتقول عليها. بدات ايه اتمشى ناحيه اليمين، هو وقف مكانه، هو ثبت مكانه. كل ما اخد خطوه ناحيه اليمين القى رجلي بتنزل في بركه ميه، يعني حرفيا كل خطوه رجلي بتنزل اكتر يجي 10 سم لتحت، شويه في شويه انا حاسس ان الميه هتوصل لركبي خلاص. فرحت راجع تاني بالظهر، يولع خالد على اللي جابوه خلاص مش مهم. رحت راجع لورا، قلت له يا عم مفيش اي حاجه اهو. رحت لغايه الاخر، في ايه بقى؟ قال لي في بركه ميه هنا، وكان في كلب اكبر من الحصان في الجسم كان بيبص له وبيبرق لي واقف على الميه. واقف على الميه؟ انا كنت واقف في الميه دي دلوقتي. تعال يا خالد، ما فيش حاجه يا بابا، هتكمل ولا لا؟ قال لا انا هخرج، انا مش هكمل. قلت له طب خلاص تعالى نرجع تاني.
لفينا انا وخالد ومشينا تقريبا 3-4 خطوات، وابص القى خيال اسود من على اليمين راح لطش خالد على قفاه، جاب خالد الارض. انا عايز اقول لك من جمدان الصوت اللي نزل على قفا خالد انا قلبي بص من النبضات تقريبا نزل في جهازي الهضمي. المهم ايه، خالد اتكفى على الارض لما خدت الضربه دي، رحت نازل عليه بقول له مالك يا قوم انت اتشنكلت ولا ايه؟ لقيت خالد معروف دايما بالهزار وبالضحك، منهار وكاتم مش قادر يطلع صوت، يا دوب بيعيط هيموتونا. قلت له يا دي انت عبيط، ايه اللي هيموتونا بتاع؟ انا من جوايا زعلت عشانه. انا دايما بشوف خالد ده بيهزر وبيضحك وبتاع، فان اشوفه في الحاله دي اتضايقت. قلت له قوم مفيش حاجه، انت عبيط ولا ايه؟ قوم. ورحت انا واقف عشان اقوم خالد، قوم يا عم الدنيا هي عادي مفيش اي حاجه، ايه الجبن اللي انت فيه ده؟ ولسه بجمد قلب خالد، وقيس فجأة نفس الضربة اللي خدها خالد على قفاه رحت واخدها انا كمان. خدت الكف ده على قفايا، رحت نازل برضو اتكفيت على وشي، بس وانا بقع الكشاف اللي في ايدي راح جاي في ايه، في دماغ خالد هنا، راح فاتح دماغه. خلاص بقى ما عادش في فرصة ان انت تعمل فيها ذكر ولا جامد، انت برضو زيك زي اللي وقع، هعيط. فخالد من كتر العياط بقيت قلب انا غصب عني مش متاح ليا ان انا يعني اخاف او اعيط، لا انا لازم اجمد قلب خالد. فقلت له قوم بس عشان نمشي، بس يعني ايه خلاص زي ما احنا ما نطلعش صوت. قوم. وبتعدل الكشاف بعد ما جه في دماغ خالد وقع من ايدي، فمديت ايدي جبت الكشاف وبتعدل وبنور، الاقي لك سقف الكهف كله خفافيش، كمية خفافيش، مش كمية بقى، هو عدد لا نهائي من الخفافيش. قلت له قوم يا اهطل، ادي اللي عامل فينا ده كله ده خفافيش طايرة في السقف، قوم بس وطي دماغك كده وايه وهناخدها ماشي. وقام خالد وطى وانا وطيت، ورحنا منورين قدامنا وزي السهم لبره. اوكي انا شاكك ان ممكن يكون الخفاش هو اللي خبطنا الخبطه دي، بس دي مش قوه خبطه بتاعت خفاش، يعني انا حسيت عارف بكبوت عربيه دخل في قفايا. المهم خدناها ايه بسرعه لغايه ما طلعنا من الكهف. اول بقى ما شمينا النفس بره ونور الغابه رحنا مرمين في الارض. قعدنا شويه خدنا نفسنا وقلنا الايه الشباب هيلفوا حوالين الكهف ويجوا لنا بقى نحكي لهم على اللي شفناه. بس قعدنا يجي ساعة ونص، دخلنا في ساعتين ما جوش. فقلت له هرن عليهم انا اشوف ياسر فين. طلعت التليفون اجيب رقم ياسر واديس اوكي، تليفون يقفل. مرة واتنين مفيش، اجرب رقم مريم نفس الكلام، ليلى نفس الكلام. فخالد بيقول لي هو في حاجة؟ قلت له لا تقريبا رصيدي خلص، هات بس تليفونك. خالد منهار فما ينفعش ازود اللي هو فيه، هات تليفونك يا عم. طلعت رقم خالد من عند رقم ياسر من عند خالد، واجيب الرقم وادوس اوكي، زي ما انت توقعت التليفون بيقفل برضه. فمره واتنين خالد واخد باله بيقول له هو في ايه؟ قلت له ما اعرفش بقى، مفيش شبكه هنا ولا هم في مكان ما فيهوش شبكه. المهم يعني تعالى بس اوصلك لغايه الخيمه، اغسل وشك وظبط نفسك وانا اروح اشوفهم فين. فقال لي ماشي يلا. خدت خالد رحنا لغايه الخيمه، ادخل بقى وانا اروح لهم. قال لي لا انا خايف. يا خالد عيب عليك، خايف ايه يعني؟ ما ينفعش تقول انا خايف دي، ادخل وانا هروح اشوفهم واجي. قال لا انا هاجي معاك تاني. قلت له طب خلاص يعني ما هنروحش، لان احنا هنروح وهم هيجوا هنقعد نلف حوالين بعض. قلت له طب هنستناهم هنا شويه. ما كملناش دقيقتين عند الخيمه تقريبا، واذ فجاه نسمع صوت ليلى ومريم بيصرخوا، صراخهم بيهز الغابه كلها. انا عارف صوتهم، فاول ما سمعت الصراخ طلعت تجري، وهو معايا خالد واحنا بنجري عليهم. واول ما لمحونا عمالين الحقوا ياسر الحقوا ياسر، وجايين يجروا علينا. فاول ما قابلتهم بقول لهم في ايه؟ فين ياسر ماله؟ قالوا مريم او ليلى اللي ردت ساعتها بتقول لي ايه، من ساعه ما انت اتصلت بيه وقلت له تعالى لنا عشان خالد اغمى عليه في الكهف، واحنا جينا جري عشان نلحقكم، اول ما دخل الكهف اتقفل عليه. انا اتصلت بياسر وقلت له الحق خالد في الكهف ومش عارف ايه، ده اللي جوايا. بس انا فهمت كده ان في مصيبه بتحصل. فقلت لها طب تعالوا، وخدتها جري وهم بيجروا ورايا لغايه ما وصلت باب الكهف. كل ما بنقرب من الكهف انا سامع صوت ياسر عمال يستغيث جوه، الحقوني هيموتوني ونفس الكلام ده. وصلت لباب الكهف، المفروض بقى هنزق باب الكهف جامد ونفتح وكده. انا اول ما لمست باب الكهف اتفتح وكانه باب حمام، اللي هو الستاره ده اللي هو اتفتح عادي. بس الباب اتفتح، مفيش ياسر، مفيش اي اثر لاي بشر جوه اصلا. بس الخفافيش اللي كان المفروض انها لازقه في السقف هايجه في المكان كانها في حاله حرب. فالمهم يا ياسر
ياسر، والبنات تنده وخالد ينده، مفيش اثر لياسر. خطوتين بس لجوه ولقينا ياسر جاي بيجري بسرعه جنونيه، مرعوب، ومن كتر الخوف اللي هو فيه ما وقفلناش احنا اصلا. خبط في كتفي وهو بيجري وطار، كمل لبره، طلع بره باب الكهف. يا دوب وصل لبره باب الكهف وراح واقع من طوله. جرينا كلنا عليه، بحاول اقوم ياسر، بعدله كده لقيت ياسر. عارف لما يبقى واحد طالع من خناقه وكان ماسكينه تقريبا 30 40 بلطجي بيقطعوا فيه؟ ده كان منظر ياسر. ياسر متشرح من كل حته في جسمه. ياسر نحاول نفوق، مفيش ياسر، فاقد الوعي خالص. المهم رحت شايله وسند معايا خالد ورحنا على الخيمه. رحنا على الخيمه، جبت ازازه ميه ودلو، اغسل يفوق ياسر. ما بيفوقش، هو يا دوب بيعمل كده، سيبوني سيبوني، ويقع مننا تاني. كده النهار ازرق فعليا. طلع تليفونك، رن على كونوتيه، نفس اللي بيحصل مع ياسر ومريم وليلى هو اللي بيحصل مع كوناتيه. تجيب الرقم بس وتدوس اوكي، خلاص تليفون يقفل. المهم قلت لهم يا جماعه خلاص يعني ان شاء الله خير. هو لفيت ياسر ببطانيه، وقلت لهم يعني هنقعد هنا احنا خلاص، لا هنروح يمين ولا شمال، هنستنى الليله دي نبيتها هنا في الخيمه، والصبح يجي كوناتيه ونمشي. يعني مفيش حد فينا عنده الجرأة انه يكمل حاجه زي كده. خلاص ماشي تمام. قعدنا كلنا، مش هما بس، قعدنا كلنا جنب ياسر. وشويه وانا طلعت عشان اشرب سيجاره بره الخيمه. طلعت مفيش تقريبا 10 دقايق وانا بشرب السيجاره، يعني اسمع صوت البنات من ورا، لا يا خالد لا يا خالد. ابص عشان ايه يا خالد كمان بيعمل ايه، ابص على خالد الاقي خالد جاي بيجري عليا وفي ايده سكينه. مش فاهم ورايح على مين، وخلاص وصل لعندي وهيضربني انا بالسكينه. اتفاديتها بستر ربنا، وهو يعني قلش مني كده، راح واقع على الارض. انا واقع أو واقف مش فاهم هو ايه اللي بيحصل. بقول له ايه يا اهطل، كنت هتموتني. قال لي مش احسن ما انت اللي تموتني. انا اللي هموتك؟ قلت له انا اللي هموتك ازاي؟ قال لي ايوه انت اللي هتموتنا وعايز تقتلنا كلنا. انت مجنون يا خالد ولا ايه اللي بتقوله ده؟ قال لي هو اشمعنى ساعه ما كنا جوه الكهف ما رضيتش تنور الكشاف ناحيه الخيال اللي قلت لك عليه؟ فبقول له اقسم بالله يا ابني الكشاف ولا ما كانش راضي ينور. قال لي ولما جينا خارجين مين اللي خبطني على رقبتي من ورا وقعني؟ ده شاكك فيا بجد. فقلت له انا اللي خبطتك؟ قال لي ايوه انت اللي خبطتني، ولما وقعت وما حصليش حاجه رحت نازل على دماغي بالكشاف عورتني. هو بيقول كده وانا في حاله ذهول، اللي هو ما ينفعش تكون بتقول كده، اللي هو الكلام ده ما يتقالش. انا في حاله الذهول دي، ولقيت ليلى من جنبي كمان بتتكلم، بتقول له هو انت يا احمد لما انت وخالد خرجتوا من الكهف وجيتوا على الخيمه ليه رنيت على ياسر وقلت له تعالى ادخل لنا الكهف؟ ده كده كله بقى يعني خلاص كده الجماعه كلهم شكوا ان انا اللي بحاول اقتلهم. انا في حاله صدمه، انا بحبهم حب مش طبيعي. فاللي هو ليه خالد ده، انا لو وحش انت من دقيقتين كنا بنموت جوه الكهف، ورغم الرعب ده كله انا ما جريتش خطوه وسبتك وفضلت لغايه ما خرجت بيك. وليلى دي الخياطه الوحيده اللي في جسمي اتعورتها من عيلين بلطجيه كانوا بيتحرشوا بيها قدام باب الشركه في مصر، وحاولت ادافع عنها واتخبطت خبطه يعني خيطت جسمي فيها. انتوا ازاي بتقولوا كده؟ وقفنا تقريبا، انا مش قادر اعمل حاجه غير ان انا بمسح الدموع اللي نازله من عينيا. مش مصدق ان اصحابي واقرب ناس ليا هم اللي بيتهموني الاتهام ده. كله في الصمت ده، قطع الصمت ده ياسر جوه الخيمه بيصرخ تاني وبيقول سيبوني سيبوني. كله جري على ياسر بس انا لا. انا من ذهول الكلام اللي هم قالوه حرفيا فقدت الحركه، فقدت القدره على كل شيء. عارف لما يبقى حد جايب مثلا قالب طوب ورازعه في قلبك؟ انا في حاله صدمه مش طبيعيه. انا العيال دي بحبها قوي، فما توصلش ان هم يعني لا مستحيل. فاهم؟ انا كل ده داير في دماغي، فلا سمعت ياسر ولا قدرت اجري عليه ولا اي حاجه. دخلوا كلهم الخيمه عند ياسر طبعا، وانا قعدت بره. خلاص يعني انا مستني بقى اليوم ده يخلص باي طريقه، وانا علاقتي بالشباب دي انتهت.
شباب شاكين ان انا بحاول اقتلهم. فانا فضلت قاعد بره لغايه ما تقريبا عدى كتير، عدى وقت طويل. لقيت مريم طالعه وجايبه لي سندوتشين من الاكل وقعدت جنبي بتقول لي خد كل. عارف انت لما تبقى مظلوم وكاتم جواك وتلقى حد متعاطف او حاسس ان انت مظلوم، انهارت من العياط كأني طفل بعيط. فانا قعدت اعيط، راحت هي سايبه الاكل جنبي وقايمه داخله الخيمه تاني. تقريبا دخلت بتعاتبهم، او اللي هي بتقول لهم انتوا ليه تعملوا كده، او ازاي تشكوا فيه كده، لان فعليا ما فيش اي عائد عليا او اي فايده في ان انا اعمل كده او اذيكوا الاذى ده. فقعدت تعاتبهم جوه، وشويه ولقيتهم طلعوا الثلاثه بقى، طلع خالد ومريم وليلى. جم جنبي كده، وراح خالد قاعد جنبي وقال لي هات سيجاره. فانا فهمت انه بيحاول يصالحني، لان انا عارف ان خالد ما بيشربش سجاير. فبصيت له كده هعاتبه بقى، هبتدي اقول له يعني انا عايز افهم انت ازاي جه في عقلك تشك فيا الشك ده. ببص لخالد ولسه هتكلم. انا باصص لخالد وخالد باصص في عينيا عادي. فجأة لقيت خالد بدل ما عينه في عيني، عينه بقت ورايا، بيبص ورايا واتجمد كده، وراح قال اهم وراح قايم واخدها جري. ايه ايه تاني؟ قمت اجري والبنات في ظهري طبعا، جرينا جري، رحت قافش خالد بالعافيه. اقعد ياد، في ايه ياد؟ مين دول اللي هم؟ قال لي هم كانوا بيشاوروا عليا دلوقتي، كانوا بيشاوروا والله العظيم عايزين يموتوني احنا في حاله رعب، في حاله ذهول، انا نفسي خايف، تجربه زفت بجد. فماسكه ومش عارف اعمل ايه، وببص البنات، يعني انا عايز حد يساعدني، انا خلاص مش قادر اعمل حاجه. في اللحظة دي اللي كلنا مرتبكين فيها، هوب نلقى الخيمة ولعت وياسر جواها. وأول ما شفت منظر الولعة في الخيمة، رحت سايب خالد، البنات مسكوه وطلعت أنا أجري على جوه الخيمة. دخلت الخيمة لسه النار مش واكلة الخيمة كلها. دخلت أجري على ياسر، وأنا بشد ياسر لقيت إن البنات هما بيسخنوا الأكل عشان ناكل، سابوا البوتاجاز ولع لما طلعوا لي بره، والبوتاجاز ولع في باقي الخيمة، أو ولع في الحتة اللي فيها الخيمة، والولعة بتسرح. شديت ياسر من رجليه لان انا خلاص فقدت القوه ان انا اشيل او ارفع. شدته من رجليه لغايه ما خرجت بيه لبره، ومشيت ناحيه البنات ما ماسكين خالد. قلت لهم احنا ما ينفعش نستنى للصبح، احنا نطلع الخريطه ونبص فيها ونشوف البوابه منين. نطلع الخريطه ونبص فيها، عباره عن ورقه فاضيه، فيهاش اي حاجه. مش عارفين نعمل ايه. الولعه سرحت خلاص، الولعه كلت الخيمه كلها وبدات تمسك في الاشجار. احنا بس كل اللي علينا انه كل ما الولعه بتكبر احنا بنبعد، هي الولعه تزيد واحنا نبعد نأمن نفسنا. فضلنا على الحال ده لغايه ما بعدنا شويه كتار قوي، وبعدين لقينا انوار كتير عند الولعه، وصوت اللي هو صوت المطافي، عارف اللي هو ردت فينا الحياه. طلعنا نجري بقى، اللي هو ده الانقاذ. شلت ياسر انا وخالد وطلعنا نجري ناحيه المطافي. لقينا لك بقى كميه من الحكومه والمطافي كبيره، واول ما شافونا هوب امسك راحوا مكلبشيننا احنا. فبنحاول نتكلم، ما خلاص مفيش لغة تفاهم ولا تواصل خالص، وراحوا واخديننا وطلعنا على الاسم او على المركز. رحنا هناك، طبعا ياسر حالته صعبة، ياسر لا بيصد ولا بيرد. خدوا ياسر نقلوه على المستشفى، وانا ومريم وخالد وليلى قعدنا في المركز او في الاسم هناك. تاني يوم الصبح لما طلع النهار وجابونا من الحجز بقى، انا وخالد دخلنا حجز رجاله والبنات في حجز بنات، يعني جابونا علشان يتحقق معانا ايه اللي جابكوا هنا وانتوا مين وبتعملوا ايه. ففهمنا منهم وقتها ان الغابه دي اصلا غابه مهجوره، لان كان حصل فيها بلاوي كتير وممنوع دخولها. يعني الامن اللي واقف بره ده هو واقف علشان يمنع اي حد انه يدخل. فحكينا اللي حصل، قلنا لهم احنا مصريين وشغالين في شركه كذا، وكنا جايين المفروض في بعثه، وفي شاب اسمه كوناتيه هو اللي قال لنا ان الغابه دي ايه هنروح ندخلها ودي مغامره والكلام ده. الكلام بقى قعد تقريبا يومين على الحال ده، وكوناتيه ده بيدوروا عليه، مفيش حد اسمه كوناتيه، مفيش اي حد في الدايره اللي احنا قلناها اسمه كوناتيه. مين اللي اعترف؟ مين اللي انقذنا؟ بتاع الامن لما جابوا بقى بتوع الامن دول مين ودول ايه اللي دخلهم هنا. في الاول قالوا ما نعرفهمش وما شفناهمش وكده، حتى بتاع الامن اللي دخلنا لجوه قال ما نعرفهمش. قعدوا ما اعرفش بقى طريقه التعذيب او طريقه اللي يخلوهم يعترفوا بيها. المهم واحد منهم اعترف بايه بقى؟
اعترف بان المكان جوه في ساحر جالهم وكلمهم وقال لهم ان في كنز جوه، والكنز ده عشان يخرج لازم يتقدم له ارواح بشريه. يعني انا والشباب كنا محطوطين جوه للحارس اللي موجود على الكنز اللي هو بيقول عليه، علشان لما نموت جوه الحارس يفك الحصار اللي هو عامله والساحر ده يقدر يطلع الكنز. اعترف بكده الواد بتاع الامن ده. تاني يوم بالظبط كانوا قلبوا الدنيا لما جابوا كوناتيه، واللي طلع مش اسمه كوناتيه اصلا، مش فاكر اسمه كان ايه ساعتها، بس هو كان اسم صعب كده. جابوه واعترفوا، وطبعا خلال اليومين دول كانت الحكومة توصلت بالشركة اللي احنا شغالين فيها، وجم فعلا وراحوا السكن، جابوا لنا الأوراق بتاعتنا. احنا كنا عاملين حسابنا علشان هنسافر بكرة، فلمينا الورق كله لمينا الشنط واللبس وكله كان جاهز على السفر، على أساس كنا هنرجع من الغابة تاني يوم ناخد حاجتنا ونطلع على المطار. جم بتوع الشركة ومعاهم محامي وكده وجابوا لنا الأوراق، والحمد لله أخلوا سابلنا احنا الأربعة وطلعنا على المستشفى طبعا لياسر. لما رحنا لياسر لقينا ياسر فاق وزي الفل، بس كان في تحذيرات أول ما دخلنا. قالوا هو مش فاكر أي حاجة غير إن انتوا دخلتوا الغابة بس، وطبيعي بعد كده يعني كل الرعب اللي حصل هو ما شافوش، فانتوا حاولوا ما حدش يتكلم معاه في الموضوع ده تاني. تمام. ودخلنا عند ياسر واطمنا عليه وكله في السليم، حدش قال له اي حاجة. وتقريبا 24 ساعة بالظبط وكنا في المطار وراجعين على مصر. بس واحنا في الطيارة مريم قالت لي يعني حاجة مهمة لازم اقولها لكم. ايه هي بقى يا معلم؟ انك ما تنساش تعمل لايك وتستنى الجمعة الجاية.